بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماما من قناة واكلات ويوميات مكة. صباح النشاط ويا صباح بقى الحلويات بتاعة العيد، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان فاضل يومين ثلاثة وخلاص ويودعنا، ويا رب كده نصوم رمضان كتير وكتير وسنين واعوام كتير. النهارده بقى هنعمل تاني فيديو من نواعم العيد. انا عملت بوتيفور واول مرة في حياتي اجربه صراحة بالسمنة. وطلع ما شاء الله جميل جدا، وهعتمده على طول يعني كل مرة ان شاء الله. انتوا عارفين طبعا الزبدة اسعارها ما شاء الله رافعة جدا جدا جدا. فقلت انه بادي، انا شفت فيديو على النت فقلت ايه اجرب. فجربت صراحة بكيلو واحد بس. فزي ما انتم شايفين قلت بقى ايه اجرب المرة دي يعني، واشوف الطعم والشكل يبقى شكله ايه. صراحة الطريقة يعني جميلة جدا، والطعم كمان ما شاء الله جميل جدا ومقبول قوي قوي. وبعد لما بيقعد عندك يوم واتنين ما بتحسش ان في فرق اصلا ما بين الزبدة والسمنة في الطعم. اول ما عملته كان فيه طعم شويه من السمنه، وكمان عملته بسمنه عاديه خالص مش سمنه بلدي ولا حاجه، لاني برضو خفت لما يبقاش حلو، فقلت ايه خساره يعني ما اخسرش كمان السمنه البلدي. وطبعا عارفين طبعا السمنه غاليه قد ايه. فجبت كيلو نص كيلو سمنه، كمان جبت ربع كيلو سكر، وكمان طحنت السكر حلو جدا بودره يعني عشان ما ياخدش وقت معاكي، وكمان بيبقى طعمه حلو او بيبقى حلو في العجين. وهنضربه مع بعض جدا 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 لغايه ما يبقوا عاملين زي الكريمه كده، يعني زي الخليط بتاعهم يتجانس مع بعض، السكر مع السمن حلو جدا، لغايه ما يبقى عندك تشيلي ايدك منه كده يعمل زي المنقار. دي كانت بنتي بقى بتكسر البيض، فكسرت واحده يعني في البتاع مش مشكله. المهم هحط عليهم كام بقى بيضه؟ هنحط عليهم 4 بيضات. عايزاه يبقى دايب قوي قوي وما يستحملش معاكي، حط بيضتين اتنين وصفار بيضتين كاملين وصفار بيضتين. بس انا صراحه يعني حطيت ال4 بيضات، وكان ما شاء الله جميله الطريقه النتيجه كانت مرضيه لي. وطبعا هنحط عليهم الفانيليا. حطي 3 اكياس 4 اكياس، عندك فانيليا سايله حطي حسب ما انت عايزه. حطيت يبقى معانا نص كيلو سمنة، وكمان ربع كيلو سكر بودرة. ضربناهم جدا مع بعض لغاية ما يبقوا معاكي زي الكريمة خالص، وبعدين هننزل عليهم بالبيض بيضة بيضة، وكمان يعني تانيكي تحطي البيضة وبعدين تضربيها لغاية ما تختفي في قلب الخليط، وبعد كده تحطي كمان البيضة وتحطي الفانيليا طبعا. البيتي فور ما بياخدش باودر ولا اي حاجة، بس في الطريقة دي انا حطيت صراحة كنت شاكة يعني، فقلت ايه اخليني في الامان شوية. حطيت حوالي يجي ربع بس معلقة صغيرة بيكنج باودر على الدقيق. وطبعا متنسوش ذرة الملح، فبتفرق بالطعم وكمان بتحللك او بتبينلك الطعم الحلو بتاع الحاجة. يدوب بس حاجة بسيطة خالص زي ما انتم شايفين كده، ربع معلقة صغيرة كده على طرف المعلقة حطيت بس بيكنج باودر احتياطي. هو طبعا اللي عارفين البوتي فور ما نحطلوش باودر، بيبقى معتمد على الضرب السمنة والزبدة والسكر حلو، وكمان البيض بيبقى مادة رافعة معاكي. وخد الكيلو برضو دقيق ما شاء الله خده كله. ومش هنعجن بقى، هنتوه الدقيق في الخليط من مجرد ما الخليط يطوف في بعضه خلاص ما بنعجنش تاني. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله العجينة حلوة جدا، وما شاء الله كمان كانت سلسة معايا في التشكيل ما شاء الله جميلة، وكمان ان شاء الله هعملها على طول. طبعا بقى بتشكلي بقمع، بتشكلي بمكنة البوتيفور. صراحة انا ماليش حظوظ في الاقماع، انا جبت كذا مرة قمع وكان بيفرقع مني، وجبت السيليكون صراحة ما جربتش القماش. فان شاء الله كده ايه اجيب واحد قماش واخليه ونجربه. طبعا بقى الاشكال زي ما انت عايزة، المكنة دي فيها كذا شكل، فاللي انت عايزاه اعملي منه. انا بحب الشكل ده جدا، وبحب برضو القلب، يعني في كذا شكل كده حلو. طبعا البوتيفور بيتخبز على نار هادية، ما بيتحمرش زي البسكوت بقى والحاجات دي كلها، بياخد بس ايه لون خفيف كده، ومجرد ما بيستوي خلاص بتطلعيه. قلنا بقى نشكل كمان بقى القلب زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كان التشكيل حلو، وكمان سلس في المكنة حلو جدا. هنبدأ نشكل بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات. الضغطة عايزاها تخينة، اضغطي مرتين اتنين يعني ضغطة حلوة كده عايزاها
خفيفة، اضغطي ضغطة واحدة. دي على حسب الشكل اللي انت عايزاه. عايزاه شكل كبير ومليان، اضغطي ضغطتين اتنين. عايزاها خفيفة وصغيرة، اضغطي ضغطة واحدة بس. عملت بقى شوية بالكاكاو، شلت طبعا. الكاكاو انا عملته ازاي؟ العجينة زي ما هي بالظبط، وجبت بس معلقتين كاكاو، وبدأت احط عليهم شوية زبدة او سمنة او شوية زيت حتى خالص، وتدوهي بس الكاكاو في معلقة الزيت ديت، وبعدين تفضلي فيها على العجينة، او معلقة سمنة على حسب ما انت عايزة. وخلاص على كده، عشان بس تبقى ما تبقاش يابسة معاك، تبقى سلسة كده حلوة زي بنفس المقدار، ما تبوظيهوش. بدأنا بقى نزين، بتزيني بقى الطريقة اللي انت عايزاها. انا عملت جوز الهند وشوكولاتة فرماسيه اللي هي الغامقة، دول اللي كانوا عندي. وعندي كان عندي قالب شوكولاتة انا كنت جايباها من فترة، وبرده المربى كنت جايباها من فترة. ممكن تلزق بمربى، ممكن تلزق بشوكولاتة اللي انت عايزاه. طبعا بقى هتلمي البنات بقى حواليكي وولادك، وتقعدوا بقى تلزقوا بعض. هما كذا راح اللي كانوا بيلزقوا البنات مع بعض، فقلت خليهم بقى يفرحوا بالحاجات دي. زي ما قلت لك، عايزه تلزقي بمربى، عايزه تلزقي بشوكولاته، عايزه تعملي شويه كده وشويه كده، عايزه تعملي بشوكولاته بيضه، عايزه تعملي بمكسرات، اللي انت عايزاه. الذوق ده على حسب ذوق كل واحده فيكم، وعلى حسب ما انت بتحبي ايه بالظبط. كده بقى يا بنات، انا عملت زي ما انتوا قلت لكم، زي ما انتوا شايفين كده، عملت شويه جوز الهند وشويه شوكولاته، وكمان جبت شوكولاته كده وحطيتها على الوش وخلاص. اشوفكم بقى فيديو جديد، مع السلامه.